الشعر المقصف المجعد المتكسر، الشعر اللي مش بيتسرح بسرعه، بوصفه فرد طبيعيه من البيت. هعملها معاكم دلوقتي. اول حاجه هنعملها في طاسه، هنجيب معلقتين كبار من بذور الكتان، ومحدش يقول هي دي الوصفه ان انا هستخرج بذور الكتان بس، لا لسه هكمل الوصفه. اول حاجه بس هنعملها في الوصفه معلقتين من بذور الكتان على كوبايه ميه كبيره على نار هاديه او متوسطه، نسيبها تغلي من 10 دقايق ل 15 دقيقه. زي ما انتم شايفين كده بيبدا الجل بتاعها يخرج ويطلع الريم الابيض ده على الوش، ده معناه ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح. في ناس ما بتحبش تستخرجها على الساخن وتستخرجها على البارد، الطريقه الاريح ليكي، الاتنين حلوين جدا مفيش منهم اي مشكله. طبعا انا دلوقتي هبدا اصفيها بمصفى ضيقه جدا، وبعدين هجيب شاشه او قماشه واضغط واحط البذور فيها واضغط على البذور واستخرج الجل. هنجيب بقى في طاسه تانية او في نفس الطاسه بتاعه بذور الكتان، هنجيب معلقه من النشا على كوبايه ميه. هي دي بقى التركيه بتاعت الوصفه كلها. معلقه من النشا هندوبها كويس جدا في كوبايه ميه، وهنرفعها برده على نار هاديه، وهنفضل نقلب فيها ومش هنسيبها لانها في خلال دقيقتين بالظبط هتوصل للقوام ده. حاولي انتي ممكن تتقليها شويه لو انتي عايزه، بس انا ما كنتش عايزه قوام الوصفه يبقى تقيل قوي.